يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو وصلت الفلاشه بتاعتي دي في الكهرباء على طول؟ انا مؤخرا بيجي في دماغي شويه افكار كده هتخليني اخسر ثروتي ولا تتقدر بحوالي 2 جنيه ونص تقريبا. وعشان ننفذ هذه الجريمه هنحتاج الفلاشه اللي هنبوظها، راس الشاحن، ووصله السلك دي، وده عشان نكون بعيد عن الفرقعه اللي ممكن تحصل. اتمنى محدش من البيت يشوف الفيديو اللي انا هعمله ده عشان لو شافوه ممكن يقتلوني ولا حاجه. هنجيب الفلاشه بتاعتنا ونركبها في الشاحن كده، وبعد كده نحطها في الفيشه ونروح نوصل الكهرباء. بسم الله. طيب خلونا نشوف بقى كده هي لسه شغالة ولا شكرا. لحظة اكتشاف الحقيقة. لسه شغالة. اعتقد ان انت دلوقتي تقدر تعرف اجابة السؤال اللي احنا قلناه في الاول، وهي ان الفلاشة بتاعتك هتفضل شغالة عادي جدا، بس ما تروحش تجرب تعمل حاجة زي كده. ماشي؟ في النهاية التجربة دي كانت ممتعة حبتين وكانت مجنونة في نفس الوقت، واعتقد ان انا وانت اتعلمنا منها درس. ولو كان في دماغك فكرة مجنونة كده حبتين ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات، ولو لقيتها انها مناسبة فنعملها. يعني نعملهاش ليه يعني؟ ربنا يسترها والله من الفرقيه اللي هنعملها الفتره الجايه. وما تنساش بقى اللايك والفولو وتستنى الفيديوهات الجايه، سهله اهي.